نعود مشاهدينا الكرام مرة أخرى في لقاء النجم الساحلي والترجي التونسي هنا في أولمبي رادس في نهائي البطولة وكلاسيكو البطولة بدخول اللاعب صفاقسي. إذا محمد أمين صفاقسي يدخل بديل اللاعب حمزة الأحمر. حمزة الأحمر اللي ما قدمش مباراة كبيرة اليوم، ما كانش حمزة نتاع العادة نتاع الجولات السابقة لنجم النادي الساحلي، وهذه هي كرة قدم مباراة نهائي أكيد مرتقب ومنتظر بين النجم والترجي. في الاخير حمزه الاحمر ما قدمش مباراه كبيره ويخلي نجم الساحلي متاخر في النتيجه 3-0. نذكر ثلاثيه الترجي جاءت عن طريق غيلان الشعلاني في مناسبه اولى، هدف ثاني ممتاز جدا من علي المشاني بعد توزيعه من الكابيتانو خالد شمام بالمقاس بالمليمتر وبراسيه ممتازه جدا من اللاعب المشاني، يضيف الهدف الثاني. وفي الشوط الثاني بعد تمريره من ذهب صراحه للاعب فرجاني ساسي مايسترو الترجي، خرج راس الخنيسي برشا خبره برشا صنعه فنيات ومهارات العاده، يتمكن من تسجيل الهدف الثالث والضربه القاضيه اللي يقضي بها على نجم الساحلي على الاقل في ممكن بدايه الشوط الثاني. ثم الترجي سير المباراه وترجع الكره مره اخرى، ترجع الكره شمس الدين الذواتي، يمشي شمس الدين الذواتي يطلع كره، يمشي كره بايه من روج، بايه من يمشي كره سعد بقير يبدل، يمشي فرجاني ساسي يعطي الكره من جديد سعد بقير، بايه من سعد بقير، محاوله تدخل دفاعي ولكن قوه كبيره للترجي في وسط الميدان. هنا هي المباراه تحكم على يوسف السرايري ووصلنا دقيقه 88 وورقه صفراء لشمس الدين الذواتي. انا ديما ممكن نحكي ونقول انه لازم يعني مباراه 3-0 خلاص انتهى الفاينل، يعني زايد المخالفه هذه لانه بصراحه اللاعبين يتصرفوا برعونه باش يغيب على مباراه النصف النهائي للكاس امام اتحاد بن قردان في ملعب اتحاد بن قردان. شوفوا انا الكره مره اخرى باهيه من اكوستا ثم كشريده ثم خطيره والذواد وشمس الدين الذوادي ممتاز شامو يخرج بالكره، يمشي كره غيلان يعطي ساسي، يمشي فرجاني ساسي. واضح انه الترجي التونسي سيطر على وسط الميدان في وجود الشعلاني اللاعب فوسيني كوليبالي، الوحش كوليبالي بصراحه في الجولات الاخيره يقدم في احلى مستوياته وفي اروع ايامه اليفواري فوسيني كوليبالي. امتياز كبير غيلان الشعلاني مع كوليبالي مع فرجاني ساسي اللي اعطاه ممكن ثقه اكثر وسط الميدان، والترجي سيطر بالطول بالعرض على وسط الميدان. تمشي الكره نجم الساحلي عمار جمل، تاو الكره عمار، ترجع الكره معز بن شريفيه، خلاص انتهت، خلاص بدا بعد من جمهور الترجي باش ما نقولش ممكن اكثر، والاغلبيه من جمهور الترجي جمهور الاصفر الاحمر بالاحتفال بالبطوله رقم 27 في تاريخ الترجي بعد الاستقلال. تمشي الكره الان للترجي التونسي وسط الميدان، يطلع كره غيلان، يمشي غيلان يا فرجاني الساسي، حط كره لكوليبالي فوسيني ليفواري، الوحش ليفواري فوسيني كوليبالي، غيلان الشعلاني يعطي الذوادي بشامو، يمشي غيلان مره اخرى، غيلان في وسط الميدان، غيلان الشعلاني يرجع كره مع الذوادي، يمشي شمس الدين الذوادي يرجع كره مره اخرى، تمشي كره سعد بقير، يرجع مره اخرى غيلان الشعلاني وثلاث دقائق وقت بديل يضيفهم الحكم السرايري. قلت مباراة بصراحة ما كانش فيها نجم النادي الساحلي اليوم حاضر، الترجي كان سيطر على كامل ردهات ومجريات المباريات وبغت بالهدف الاول في اللاعب الشعلاني، ثم في الوقت اللي ممكن جاء النجم باش يسترجع فيه اموره وامكانياته هدف ثاني قاتل من اللاعب المشاني. 2-0 اكيد تكون صعبة، وفي الشوط الثاني اكيد بدايه ب 2-0 لما تنطلق بها الشوط الثاني كانت كلها للترجي وبالتمريره ممتازه جدا. اللاعب طه ياسين الخنيسي يضيف الهدف الثالث ويقول خلاص وانتهى كلاسيكو وفاينل البطوله لهذا الموسم 2017-2016. ترجع كره مره اخرى للترجي، ضربه مرمى التدخل الدفاعي من غازي عبد الرزاق 3-0 للترجي التونسي. نستمع لأهازيج واغاني الترجي طبيعي جدا، والان فوزي المنزرتي يفكر ممكن في مباراة سان جورج واديس ابابا في اثيوبيا. سان جورج فريق متمرس وعاد بنقطة ثمينة من فريق ماميلودي سان داونز من جونسبورغ في جنوب افريقيا. نذكر المباراة باش تلعبها يوم الثلاث الساعة الثانية بعد الزوال. المباراة باش تكون في استاد سان جورج الاثيوبي بقيادة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو. مباراة باش تكون صعبة للترجي، ان شاء الله الترجي يقوم بالواجب وسط الكرة التونسية، والنجم النادي الساحلي سيلعب مع الفريق السوداني في الخرطوم نادي المريخ انطلاقا من الساعة 7 مساء. ترجع الكرة النجم النادي الساحلي، النجم النادي الساحلي خلاص
خلاص 3-0. في رايي انتهت، في رايي ممكن نجم تمشي كرة لأنا كوستا. كوستا يعطي كرة صفاقسي خطيرة جدا ولا دفاع، والدفاع من شمس الدين الزواري. ترجع كرة مرة أخرى ينطلق شمام، مش الكابتن الليدر الزعيم شمام يرجع بالكرة مرة أخرى مع ليفواري فوسيني كوليبالي يريض اللعب، يعطي كرة لشمس الدين الزوادي يرجع مع البقير، يمشي سعد يعطي الشعلاني، يمشي غيلان ينطلق، غيلان يمشي هز الكرة ويمشي، يطلع غيلان يعطي الكرة لمباركي، يمشي لمباركي بقير، ترجع لمباركي مرة أخرى، لمباركي ترجع كرة كشريدة، يمشي وجدي كشريدة. آخر محاولة ممكن النجم، آخر محاولات النجم، ولأنه ممكن لرد اعتبار يحافظ من الوجه، يمشي كرة كشريدة يعطي كرة الزوادي، يمشي الزوادي مازال على كورته، حاول يمر، حاول باش يتعدى، يدخل الزوادي والحكم يقول خطأ وفاول لمصلحة الترجي. استعمل يديه، استعمل الدفع، إذا لاعب الزوادي يدفع لاعب الترجي، وضربة مخالفة للترجي التونسي قبل ثواني من نهاية كلاسيكو فاينل البطولة بين الترجي التونسي والنجم الساحلي. خلاص انتهت. نعم انتهت المباراة. الترجي بطل للمرة 27 في تاريخ كرة القدم التونسية. هنا فرحة اللاعبين، هنا فرحة الروج فخر الدين يقول الأولى الثانية الثالثة 1-2-3 سجلنا 3 جبنا 3 نقاط بعدنا 4 نقاط على النجم رسميا. مبروك ألف مليون تريليون للترجي التونسي بطل تونس لهذا الموسم. موسم استحق الترجي عن جدارة، 6 انتصارات 2 تعادلات. الترجي تعادل مرتين لما تحول الصفاقس لطيب المهيري 0-0 مع السياساس، وتعادل 1-1 مع النجم في استاد اولمبي سوسة. هكذا اصدقائي المشاهدين وصلنا لنهايه المباراه، مباراه الترجي التونسي ونجم النادي الساحلي في نهايه البطوله وكلاسيكو البطوله 3-0 للترجي التونسي. ثلاثيه اللاعب الشعلاني واللاعب المشاني، وكذلك هدف ثالث ممتاز لطه ياسين الخنيسي. الترجي ب3 نقاط يوصل تقريبا ب4 نقاط فارق عن النجم الساحلي، يتوج رسميا بالبطوله. شفنا كل شيء، شفنا الترجي يسيطر على مباراه البطوله بالعرض. النجم مع كل اسف ما كانش حاضر، انقص نوعا ما في قيمه وفي مستوى الكلاسيكو، ولكن في الاخير شفنا الروح الرياضيه سيطر على المباراه وتمتعنا واستمتعنا بمباراه شيقه وممتازه جدا هنا من درة المتوسط اولمبي رادس. الان بقى لي نقول لكم كان نتوجه بالتحيه للساده المشاهدين الكل، ونتجه طبعا ونترك الكلام والسؤالات. الان نمر لاستوديو التحليل مع الكباتن